مساء الخير بتوقيت دمشق. مساء الخير لأهلي وأحبابي وناسي. مساء الخير للمتابعين. مساء الخير عليكم. تأخرت شوي ربع ساعة، لكن كان في موضوع مهم بتليفون مهم إجاني نحكي فيه. ننتظر لحتى شوي يبدو أصدقائنا بالمتابعة. مساء الخير على الجميع. إن شاء الله يكون الصوت مسموع. هعلي صوتي شوي لأنه في ناس تليفوناتها شوي قديمة يمكن. سميت الفيديو اليوم هلا على الجد، والجد هلا عليه. دخلنا بمرحلة الجد. ما بعرف إذا بتوافقوني بهذا الكلام. يا أهلا وسهلا، مساء الخير للجميع. مساء الخير لكل اللي عم يتابعوني، أهلي وأحبابي بسوريا الحبيبة، بسوريتنا. اليوم شوي الفيديو حيكون منوع، حيحكي عن أكثر من حادثة. طبعا الحوادث كانت متتالية بالأيام الماضية، خصوصا الأحداث السياسية، الاتفاق الأمني ما بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية، التطورات اللي صارت بحلب للأسف بالشيخ مقصود بالأشرفية اللي هي قصد عم تمارس فيها الإرهاب. طبعا نحن بنحكي إنه الضجيج بصير، خصوصا أنا حطيت بوست وقت عم يلاقوا إنه كل الخطوات اللي هن عم يحاولوا يعرقلوها عم تمشي. أمور كتير معظم الفلول والانفصاليين كانوا عم يحاربوها. نحن دخلنا بحرب معهم بعد الانتصار. طبعا ما صحيوا بعد النصر وتحرير سوريا من هالطغمة الحاكمة، إلا لقوا حالهم إنه هن ما عم يصدقوا اللي صار. حقيقة ما عم يقدروا يستوعبوا أبدا، ما عم يقدروا يستوعبوا انهيار امتيازاتهم، انهيار عصاباتهم، انهيار تهريب المخدرات، الاستبداد بالناس، البطش اللي كانوا عم يعملوه، لتجي منظومة جديدة تحاسبهم. هذا الشيء خلاهم يعملوا حرب شعواء على الإدارة الجديدة، حرب على كل المقاييس. لكن حتى اللي حاولوا بأمريكا ما يخلوا العقوبات ترتفع واشتغلوا عليها وجندوا أموال وحاولوا يعملوا لابينج وحاولوا يعملوا منظمات ورابطات، ورابطة العلويين ورابطة الأقليات، ويتواصلوا مع أعضاء كونغرس ويتواصلوا مع إسرائيل، فشلوا. وبالتالي الجرح بالنسبة لهم كان كثير كبير. فشلوا من إنه يقولوا الرئيس يعتبر من الإرهابيين وما حيرفعوه من قوائم الإرهاب ولا حيرفعوا سوريا من قوائم الدول الداعمة للإرهاب. فشلوا من إنه يشوشوا على الشعب السوري إنه هذا الرئيس وجماعته عبارة عن إسلاميين متطرفين إرهابيين جايين بدهم يعملوا دولة إسلامية لن تقبل بهم المجتمع الغربي. فشلوا. كل هذا الفشل اللي عم بيلاحقهم عم يخليهم تكون الحرب مستعرة أكثر. وحاليا الاتفاق الأمني كمان اللي صار ما بين الإدارة الجديدة بسوريا وإسرائيل استعرت الحرب أكثر وأكثر. حاولوا يلتفوا بجميع الطرق لكن فشلوا. بالنسبة لهم في شيء غامض. بالنسبة لنا سوريا الجديدة، سوريا المحررة حتكون قوية. نعم، سوريا حتنهض، سوريا نحو الريادة، سوريا نحو الاستقرار، سوريا نحو الوحدة. اللي بتمناه منكم هلأ بلشت 2026، بلشنا بالجد. العقوبات ارتفعت الحمد لله. الحمد لله دولة ثابتة ومستقرة عم تحاول تحرر باقي المناطق لتوحدهم. عم تستعمل الطرق الدبلوماسية لحتى نقدر نحرر الجزيرة من أيادي قسد. قسد يلي عم تتهمها أمريكا نفسها
من إنها مدعومة من الPKK، التنظيم الإرهابي. اللي عم بيصير اليوم بحلب هو الإرهاب بعينه، إنه يفخخوا المعابر أمام المدنيين، يطلعوا بإعلامهم يقولوا عم يصير إبادة ضد الأكراد، مثل ما بيستعملوها بالساحل الإبادة ضد العلويين، بالجنوب الإبادة ضد الدروز، وهلم جرة. كمان هلأ بدهم يجروا الإدارة الجديدة لفخ جديد ليقولوا عم تبيد الأكراد. طرقهم اللي عم يستعملوها استنفذت كلها، بينوا إنه هن حفاة عراة ما عاد صفي بإيدهم أوراق يلعبوا فيها. الإنجاز اللي قامت فيه الإدارة الجديدة بالعلاقات المتوازنة مع دول الجوار ودول الغرب ما كان رايق لهم أبداً. ما هن بيعيشوا على موضوع الصراعات الإقليمية والصراعات الداخلية، هدول مثل الطفيليات، مهربين المخدرات، مهربين السلاح، تجار الحرب، الانفصاليين والمستبدين والمجرمين بيعيشوا على الصراعات الداخلية وبيعيشوا على دم الناس. استنفذوا كل أسلحتهم، هلا بقي آخر سلاح لأنه انحشروا بالزاوية. اللي حابة أحكي فيه مع أهلنا السوريين، السياسة دخلت حياتكم لأنه صرتوا خايفين على سوريا. شوفوا خوفكم على رئيس الشرع، حتى وقت اللي غاب عن عيونكم 4-5 أيام وطلعت هاي الإشاعات إنه هو اغتالوه وجوا بصدره من هالفلول من هالحمقى من هالتافهين اللي عم يروجوا على السوشيال ميديا. أنا وقت براقب أي منشور بنشره بلاحظ التعليق السلبي والتعليق التافه كله من ذباب إلكتروني أبداً. وبكتب لها أحياناً أنت ذبابة روحي على المزابل اللي أنت جيتي منها، يا ذبابة رأيك غير مقبول. الذباب الإلكتروني لجأوا له، وهذا الملجأ طبعاً لإلهم ليشوشوا علينا من أول وجديد. ناس كتير صاروا يسألوني شو أخبار السيد الرئيس، شو أخبار السيد الرئيس، والناس تانيين عم يستهزئوا من هالمشاعر هاي، إنه نحن عم نخلق رئيس ديكتاتوري لأنه خفنا عليه. مشاعر طبيعية كتير، مشاعر كتير حرة أبداً، هي مشاعر وعي. بلشنا نوعى إنه هاي بلدنا بدها قائد، بدها مين يخاف عليها، بدها يكون رئيسها عم يخاف عليها وعلى الشعب. خفنا عليه لأنه حسينا إنه بلدنا ما حتستقر إلا بوجوده. خفنا عليه لأنه هو اللي حرر سوريا والسوريين، هو وطبعاً أصدقائه وكل الشعب السوري، لكن هو اللي قام بالمهمة. خفنا عليه لأنه شفنا العالم كله بلش يحترم سوريا والسوريين معها. خفنا عليه لأنه وعد السوريين بالاستقرار، بالتنمية، بالاقتصاد. تغيرت العملة، ارتفعت العقوبات، بدنا نبلش نستثمر، بدنا نبلش نشتغل. بس اللي حابة يقوله لكل السوريين، هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. كل واحد منكم بدوره بيقدر يعمل كتير كتير، بيقدر يعمل طالما دخلت السياسة لحياتكم صرتوا بتفهموا فيها. الاتفاق الأمني مع إسرائيل كان ضرورة ملحة، ولا تنسوا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام وقت دخل المدينة المنورة بعد عذاب بمكة، بعد ما أمر ربه بالهجرة، دخل ليبني دولة. أول شيء عمل فيه اتفاق مدني سموه المدينة المنورة، كان اسمها يثرب. هذا الاتفاق المدني بهداك الزمن كان اتفاق أمني، كان يقول لهم لبني قريظة اليهود اللي عايشين بالمدينة وحتى المشركين وباقي القبائل، نحن لازم ندافع عن المدينة المنورة مع بعض لأنه عايشين فيها مع بعض. الاتفاق الأمني مع إسرائيل ما هو تطبيع أبداً. التطبيع بيكون بغير طريقة، بيكون في سفارات واعترفنا بدولة إسرائيل كدولة مجاورة
فتحنا لها سفارة وبدأنا نروح لعندها رحلات ونجيب اليهود لعنا رحلات أو الإسرائيليين وحلو ما جرى. الاتفاق الأمني هو منطقة عازلة بالجنوب رح يصير فيها مشاريع تجارية وزراعية وصناعية. لمين؟ لأهالي الجنوب، للطرفين. حتكون منطقة ما فيها سلاح، لا من طرف إسرائيل ولا من طرف سوريا. حتتراجع إسرائيل للأراضي اللي قبل 1974 اللي احتلتها بعدين بعد النصر اللي بسوريا. حيراقب هذا الموضوع أمريكا بأمن من واشنطن، بأمر من الرئيس ترامب. رئيس ترامب باقي له 3 سنين لحتى ينهي فترة رئاسته. بهال3 سنين بصير كتير منيح. بينما نتنياهو السنة الجاية أو هاي السنة حتصير الانتخابات وحكومته ساقطة، هو بيعرف هالحكي، لأنه أمريكا عم تدعم المعارض له. فبالتالي بهداك الوقت السياسة الإسرائيلية رح تتغير بتغيير الحزب الحاكم، الحزب المتطرف اليميني الحاكم. وقت راح نتنياهو لهونيك على أمريكا، نحن بنعرف شو قال له بلقاء صحفي. قال له نحن بنثق بالرئيس الجديد لسوريا، بدنا ندعم سوريا ونعطيها تشانس، ونحن بدنا اياك تعمل اتفاق معها، يعني بقرصة إذن. المتحالف معنا أقوى دولة بالعالم، اللي الناس بيقولوا لكم القرار بإيدها. نعم، قرار بإيدها صحيح. أقوى دولة اقتصادية بالعالم وأقوى جيش بالعالم. بدنا ننكر؟ ما بنحسن ننكر. شوفوا اللي صار بفنزويلا، وشوفوا اللي عم بيصير هلا بإيران، إن شاء الله نهايتها قربت. وكأنه سقوط الأسد كان فاتحة خير لسقوط باقي الديكتاتوريات. الحمد لله، حتى الديكتاتور نتنياهو رح يسقط وقريبا بإذن الله. الاتفاق الأمني اتفاق ملح من شان الاستقرار. وعدت إسرائيل بعدم التدخل بسوريا بالداخل، وعدت إسرائيل إنه ما تتدخل بالشمال السوري عن قصد، وعدت إسرائيل إنه تنسحب. المهم يكون في أمن وفي علاقات استخباراتية ما بين الدولتين، طبعا بغرفة مشتركة بين إسرائيل وأمريكا وسوريا بالأردن بعمان. ليش علاقات استخباراتية؟ إنه نحن حنطبق. لا تنسوا إنه الفلول وحزب الله وإيران لساتهم عم يعبثوا بأمن سوريا. لا تنسوا إنه حزب الله لسه ما سلم سلاحه ولساته عم يهربوا لسوريا عن طريق الحدود اللبنانية. لا تنسوا إنه إسرائيل لسه بصراع مع حزب الله ومع إيران بلبنان وبإيران وعلى حدود إسرائيل. وبالتالي بده يكون هناك تفاهمات أمنية ما بين سوريا وما بين إسرائيل. بنفس الوقت إذا الفلول عم يصطادوا بموضوع فاوض مع إسرائيل ويطبع مع إسرائيل، وطبعا هي القصص بروباغندا اللي بيطالعوها بيحكوا فيها على أساس هن كانوا شرفاء مكة، كانوا مقاومة وممانعة. وكلكم سمعتوا التسريبات الأخيرة اللي عم يتفاوض فيها إيليا مع عليا، يعني سردية المقاومة الممانعة اللي ضحكوا فيها عليكم للشعب السوري والشعب العربي نفسه. كانت آمنة إسرائيل جدا، ما حدا أطلق رصاصة على الجولان. هلا صاروا بدهم إياه للرئيس يحرر لهم الجولان حتى يثبت لهم إنه هو رئيس وطني، طالما عمل معاهدة أو اتفاق. هي مو معاهدة، اتفاق أمني مع دولة مثل إسرائيل، لأنه دولة مجاورة حيصير خاين. بينما اللي كانت إسرائيل مأمنت له لمدة 50 و54 سنة، عرفانته لا بيحل ولا بيربط، عم يستغل والله هذا الكلام مقاومة ممانعة والموت لأمريكا والموت لإسرائيل هو هالحوشة تبعه. إيه، كانت الناس ساكتة مصدقة إنه هو ما عم يتفاوض مع إسرائيل.
إسرائيل حاطته كانت منيح، لا بيحل ولا بيربط. على العكس، إسرائيل شعرت بالخطورة بعد سقوط نظام الأسد، شعرت إنه هلأ هي الدولة رح تنهض. هذا الرئيس رجع سوريا للمجتمع الدولي. الرئيس الشرع عرف يعمل توازنات، حتى الرئيس ترامب معجب فيه، حتى الرئيس ترامب عم يسانده ويساعده لتكون سوريا موحدة مستقرة. فبالتالي هاي الحكومة خطر علينا، هاي حكومة مثل حكومة الأسد، هاي الحكومة عندها خطة للاستقرار، عندها خطة للإنماء، عندها خطة للتطور. ما بنعرف لوين بدها تتطور، ما بنعرف إمتى بده يتغير موقفها. خافوا على حالهم، خافوا لأنه صار عنا بالفعل رئيس وطني بخاف على سوريا وعلى شعب سوريا. هذا اللي خوف إسرائيل، هذا اللي خلاها تضل تتحركش فينا وتضل تهاجمنا، وساعة تقول حماية الأقليات، وساعة تقول حماية الدروز، وساعة تقول لن نسمح ولن نقبل. لأجتها قرصة الإذن، بدك تسمحي وبدك تقبلي وبدك تعملي اتفاق أمني. لا تفتكروا إسرائيل مبسوطة بالاتفاق الأمني. ليه؟ لأنه إذا صار في أمن على الحدود وبلش يصير في استثمار ونمو اقتصادي، هالشباب المرتزقة اللي قاعدين من دون عمل رح يلاقوا فرصة عمل ورح يشتغلوا ورح يكونوا عائلات وأسر ورح يعيشوا ورح يرموا السلاح من بين إيديهم. وقت بيقولوا منطقة منزوعة السلاح معناها السلاح سينزع حتى من السويداء، من العصابات الهجرية. سينزع السلاح من الجنوب السوري، ويبدأ الجنوب السوري بالنهضة والاستقرار والاستثمار. بكرة شباب السويداء بيلاقوا فرصة عمل بدل ما يكونوا عالة أو مرتزقة أو ينعطاهم معاش من قسد أو غير قسد يقدروا يعيشوا. وقت بيصير الاستثمار والاستقرار بالجنوب، ما عاد حدا يفكر بتهريب المخدرات. تهريب المخدرات لأنه الناس مو ملاقية تاكل، فعصابة المخدرات عم تستغلهم. الحالة الاقتصادية المتدهورة بالجنوب أو على الساحل رح تنحل بس يبلش شباب الساحل وشباب الجنوب يلاقوا فرص عمل، يقدروا يعيشوا ويعيشوا أهليهم ويبنوا أسر ويتزوجوا ويصير لهم هوية، يصيروا مستقرين. دائما كانت الرئيس ترامب نظريته لا تحكوا سياسة احكوا اقتصاد. الاقتصاد بيجيب الاستقرار، فرص العمل بتجيب الاستقرار. لاحظوا انتم ليش كانت شبابنا تهاجر؟ مو بس خوف من الأسد، لحتى تلاقي فرصة اقتصادية ولقمة عيش نظيفة وتعيش حياة أحلى. بس بعد ما تحررت سوريا في كتير منهم عم بيقولوا نحن هلأ معنا راس مال بنقدر نعيش ببلدنا ونستقر فيها ونرتاح، لأنه ما فيك تقلع إنسان من جذوره. عشنا لأكثر من 30 سنة بأمريكا، بالأخير حسينا أن جذورنا ما بنقدر نستغني عنها. كانت خطة التقاعد بتركيا لأنه دولة إسلامية وعلى حدود سوريا، إلا أنه الحمد لله إجا النصر وإجا التحرير. لا تخلوهم يوقفوا بطريقكم. إشاعات إنه الرئيس اغتالوه أو الرئيس بدهم يشيلوه، طبعا من التسريبات اللي نزلت مؤخرا اللي طبعا واحد مخترق هالأغبياء وعامل حاله إيليا وإنه هو ضابط مخابرات بالجيش الإسرائيلي، وهو كان طبعا من الإدارة الجديدة أو يعني جاسوس. إذا بتذكروا وقت اللي يقولوا لكم 25 الشهر رح تسقط حكومة الشرع، 5 كيلو ذهب رح تسقط حكومة الشرع، وأنا كنت لكم لا تصدقوا هذا كلام أضغاث وأحلام. وقت كان يقولوا أنا ما بعرف شو بدي ألبس إذا ما سقط الشرع بآخر السنة، هذا الكلام كانوا جايبينه من الجاسوس الإسرائيلي.
أو من اللي عم يحكوا معه الأغبياء، هو اللي عم يقول لهم إسرائيل اتخذت القرار بإسقاط الشرع، إسرائيل اتخذت القرار. رح أخبركم، وهي خبرية حلوة، طالما دخلت السياسة لحياتكم وطالما خايفين على رئيسكم، إسرائيل سرديتها انهزمت، إسرائيل انفضحت. زهران ممداني نجح واخذ عمدة أكبر مدينة بأمريكا، مدينة الاقتصادية نيويورك. زهران ممداني قال بدي أقبض على نتنياهو إذا إجا على نيويورك. زهران ممداني المسلم أقسم على القرآن الكريم وقت استلم مهامه، والقرآن كانت حاملت له إياه زوجته السورية. ما عادوا يخافوا من المسلمين ولا عادوا يخافوا من العرب. مهمتنا نغير هالسردية. في فجوة كبيرة كيف الأمريكان، الشعب الأمريكي بيفكر فينا، وفي منهم أعضاء كونغرس بيفكروا بالعرب جهلة، بالمسلمين جهلة، أكثرهم متطرفين إرهابيين. لكن بتشوفوا الفيديوهات اللي عم تتوالى على إنه حتى هن صاروا معجبين بسوريا وبالشعب السوري وبانتصاراته. عن طريق مين؟ عن طريق السيد الرئيس اللي زار أكثر من بلد. بدنا نرجيهم الوجه الحلو لسوريا. لا تهتموا للمشعوذين، لا تهتموا لهدول اللي عم يحاربوا أعداء سوريا، اللي عم يحاربوها بالإشاعات وعم يحاربوها بالذباب الإلكتروني وهالتفنيدات. سوريا رايحة لأحسن، سوريا بخير وإدارتها بخير، إن شاء الله شعبها بيبقى بخير. اللي حابة لكم إياه كمان، أرجوكم الضجيج الإعلامي على السوشيال ميديا اللي حقيقة عم يسيء حتى للإدارة الجديدة. وقت بتطلع أي إشاعة أو أي خبر، أنت أحيانا، أنا وأنت وغيرنا بنعرف إنه أحيانا آبائنا بياخدوا قرارات صحيحة نحن ما بنكون موافقين عليها، أو نحن شايفينها من زاوية تانية. مثل الخبر اللي عن محمد حمشو اللي ضجت فيه وسائل الإعلام التواصل الاجتماعي، إنه قال أنا عملت تسوية مع الإدارة الجديدة. نحن ما بنعرف ليش، ما بنعرف شو الاستفادة الإدارة الجديدة هالتسوية، لكن بدنا نوثق بالحكومة مثل ما بتوثق بأبوك وقت بياخد قرار وأنت ما بتعرف ليش، لأنه بيتضح فيما بعد إنه هذا قرار سليم. أنتوا يا شعب شاركوا الدولة، مو كل شيء مطلوب منها، حسب المعطيات اللي عندها وحسب القانون اللي موجود. محمد حمشو ما بيقدروا يسجنوه أو يعملوا له شيء، فقط حجزوا على أمواله وعملوا معه تسوية. لكن أنتوا كشعب بدكم تقاطعوا، قاطعوا، لا تشتغلوا بشركاته، لا تتعاملوا معه، لا تسمحوا له يفتح أو يطالع منتج تشتروا منه. فيكم تعملوا عليه حصار اقتصادي طالما أنتوا بتعرفوا أنه هو كان من فلول النظام. لكن للأسف رح أقول لكم إياها، اللي شانين هالحملة كلها على السوشيال ميديا على حمشو، يمكن بكرة أول منهم من يقبل العقود إذا أعطاهم معاشات عالية وقبلوا يشتغلوا معه، يا بالشركات يا بالمصانع يا بالمعامل. هلا على الجد، والجد هلا عليه. خلينا نشتغل بجد، خلينا نترك هالقرارات للإدارة الجديدة، خلينا نترك هالأمور اللي ما بنعرفها نحن لحتى تستوي الأمور شوي شوي ونفهمها. بدنا سوريا مستقرة، بدنا سوريا مزدهرة، بدنا نعيد بناء سوريتنا، بدنا نصدق رئيسنا، وبدنا نآمن بحكمة قراراته اللي رجع سوريا للمجتمع الدولي من عزلتها، واللي عمل توازن سياسي مع كل الدول إقليميا وعالميا، واللي قدر يثبت سوريا بعد سنة ويعمل إنجازات كتيرة مع حكومته. بدنا نثق فيه،
من دون هالضجة على السوشيال ميديا لازم نكون على قد الحمل. نحن السوريين لازم نثق. بناء الثقة بياخد وقت، بس بعتقد سنة واحدة كافية إنه نثق بهالإدارة الجديدة. سنة واحدة شفنا كيف الكل خايف على الرئيس وعلى غياب الرئيس. ثقوا فيهم، ما تشوشوا عليهم ولا تسمحوا للفلول وللانفصاليين ولأعداء سوريا يجروكم لهذا الجر، يخلوكم تهاجموا الحكومة من دون ما تعرفوا شو هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله بدي تابع معكم ببثوث مباشرة تانية لنحكي على إنجازات إن شاء الله الحكومة، وشو رح يصير إن شاء الله تغيير للقادم. الاتفاق الأمني إن شاء الله حيكون استقرار وازدهار لسوريا، وحيكون نهاية الفلول ونهاية الانفصاليين ومخططات الانفصال، وبداية الاستقرار للاستثمار بسوريتنا. تصبحوا على خير. سامحوني عم بتأخر عليكم، لكن الحقيقة في أمور كتير عم تمشي وإن شاء الله للأحسن. لا تخلوا السوشيال ميديا تتحكم فيكم، انتوا يكون عندكم الفكر والوعي وتجاوبوا الإجابة الصحيحة. وقت بيقولوا لكم تطبيع قولوا لهم أبدا، هو اتفاق أمني مثل ما اتفق الرسول عليه الصلاة والسلام ببناء دولته مع يهود بني قريظة والمشركين في المدينة المنورة. وإن شاء الله بنحكي ببثوث أخرى حديث تاني مباشر، وتصبحوا على ألف خير.